إخوتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأنا في فترة نقاهة وراحة بعد عمليتين أجريت، يقول الحمد لله، احمدوا ربكم على العافية. لو تعلمون هذه النعم سجدتم الله طويلا وشكرتم الله طويلا. له الحمد حتى يرضى على قضائه وقدره، سواء كان حلوا أو مرا. في الشهر الذي مر بي وأنا على سرير المرض تذكرت نعمة المشي، نعمة الكلام، نعمة الطعام، نعمة النوم، نعمة الحركة، نعمة الوضوء والصلاة. أقول لك باختصار: ولك إذا كان عندك خبز تأكله في اليوم وماء تشربه على صحة وعافية فاحمد الله واشكر الله كثيرا. توالت علي نعم كثيرة في الشهر الماضي وأنا على السرير. أولها لما أفقت من العملية بشروني بالحياة، ثم جلست بشرى أخرى، ثم مشيت خطوتين فقالوا نعمة، ثم بدأت أتناول الطعام بدون مغذية قالوا نعمة. فإذا نحن نملك نعما كثيرة. كنت أتيمم لمدة أسبوعين، يقول لي زميلي بشر عساك بدأت تتوضأ. فلما بدأت أتوضأ شعرت ما شاء الله بنعمة الوضوء وراحة الوضوء. أحمد ربي على الصلاة. كنت أصلي على السرير ويدخل علي أطباء غير مسلمين، آليين وممرضين، لا صلاة ولا ذكر ولا قرآن. أحمد الله على الإسلام. أبشركم إن شاء الله أن بعد هذا الحادث محاولة اغتيالي صار عندي رحمة للبشر يعلم الله وللإنسانية، وصارت عندي قد أدركت بعد تسامحه عليه الصلاة والسلام وخلقه، وأدركت عفوه ولينه ورفقه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وكيف تألف الناس وكيف أتعطف الناس. في الشهر هذا الذي كنت في السرير أثناء العمليات بعد ذكر الله لم تغب عن عيني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محبوبي وقرة عيني صلى الله عليه وسلم. تنسوا أن المتنبي كان معي بعد القرآن والسنة وأنا على السرير يقول: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. المتنبي تقصده المقدور بين أصحابه على ثقة من دهره وزمانه، فعاش حياة يشتهيها عدوه موتا يشهي الموت كل جباني. قلت لصديقي محسن الزهراني وقد نجا من الرصاص: أنت كما قال معاوية نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي الصيخ الأباطح طالبي. معي صديق رافقني من السعودية، فلما ألقي الرصاص علي وانتهى ملقي الرصاص قال: لا تخشى معك أسود بجنبك. قلت: واضح ما شاء الله، قبل أن يغمى علي قلت: واضح. وأنا على سرير العملية في المستشفى اتصل بي رئيس العلماء في باكستان يدعوني لباكستان. قلت: ما شاء الله الوقت مناسب للدعوة، مناسب جدا وفقه الله. تذكروا هذا الحديث: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوته وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافير. احمدوا ربكم اشكروا مولاكم سبحانه. كنت وأنا على سرير المرض في العمليات كل شيء بأنابيب عندي، قلت: ما قيمة هذه الدنيا مقابل الصحة والعافية؟ مساكين نحن لا نشكر الله كثيرا. الحمد لله. كل الإخوة هنا في قطر وفي بلاد الخليج وفي بلاد العرب وفي بلاد المسلمين جميعا، ربنا يكرمك شيخ. هذه مكالمة من الشيخ يوسف القرضاوي للشيخ عايض القرني، يهنيه بالسلامة ويتحمد له العافية ويبلغه محبة المسلمين في كل مكان. الشيخ عايض بالنسبة لي صديق خاص وشقيق روح، ما قدرت أكلمه الظروف الصحية وما قدرت أزوره لأني مسافر. اليوم كلمته واطمأنيت عليه والحمد لله. دائما أهلي يقولون: نعرف إذا كنت تكلم الشيخ عايض من ضحكك اللي ما نسمعه إلا معه. وش دعوة يقولون ما تنبسط إلا مع الشيخ. سألوا الشيخ وهو بالفلبين بعد الحادث، قالوا له: وش الكتاب الجديد اللي بتألفه بعد كتاب لا تحزن؟ قال: كتاب لا تسافر. وفي حواره مع قناة الجزيرة يقول: إذا ما أصابك حوادث ولا أمراض ولا شيء فأنت تموت وأنت بصحة جيدة. وأحيانا الشيخ يتندر على نفسه. مرة قاعد يمدح واحد يقول: شبهته بالشافعي وأحمد أو عائض القرني في الإتقان. وأذكر الشيخ بعد وفاة الشيخ ابن باز وابن عثيمين الله يرحمهم دائما إذا جت مناسبة قال: والله أنا أشعر أن الحمل ثقل علي بعد رحيل الشيخين. واليوم الشيخ يقول: بعد اغتيال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاولت المجموعة نفسها اغتيال الشيخ عايض القرني ولكن الله نجاه. هو طبعا ما يقول الشيخ عايض، يقول عايض. أنا أقول الشيخ عايض القرني، وأقول حط معهم علي بن أبي طالب لاحتمال أن تكون المحاولة خارجية أو فارسية. هالأحداث على قسوتها على النفس تظهر محبة الناس للدعاة والعلماء والمصلحين وعلى رأسهم الشيخ عايض بشكل غريب فعلا. اليوم قلت للشيخ عايض: ما زلت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء. وما زلت أنا وقراءك ينتظرون روايتك الجديدة
رصاصة الحياة اللي تستلهم فيها الحدث هذا وتكتبه بأسلوبك الأدبي الجميل.